في مدرجات ملعب دهوك في هذه المباراة المرتقبة والمثيرة هنا في ملعب دهوك. نادي دهوك الذي يقوده المدرب عبد الغني الشهد يدخل بحراسة المرمى علي ياسين وسعد الناطق وخادم رسول ويوسف الإمام وهارون أحمد وسيابند عقيد وأحمد عادل وحسن عماد وكريم درويش وبيتر جورجيس وبولي سامبو. هكذا هي تشكيلة وكتيبة نادي دهوك في هذه المباراة الجميلة والمثيرة. على الجانب الآخر الضيوف نادي أمانة بغداد الذي يقوده المدرب أحمد خلف يدخل بحراسة المرمى وسام علي وعبد الله خلف لمن سمتا وأيمن رزيج وميلاد فلاح وعباس ياسين والأوزبكي بختيار قاسيموف وحيدر سالم والمغربي كمال القرع ومحمود أحمد وفي النهاية وفي الهجوم جبار كريم. هكذا هي تشكيلة نادي أمانة بغداد. بسم الله على بركة الله صافرة البداية. أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تحياتي معلق المباراة يوسف جميل، معلقا واصفا على أحداث هذا اللقاء في هذه المباراة المهمة والمرتقبة في هذه الجولة، في هذه المباراة التي تجمع نادي دهوك صقور الجبال أمام أسود العاصمة نادي أمانة بغداد. الحكم فيد كريم هو من يقود هذه المباراة ويساعد كرار عباس مساعد أول، بينما مصطفى نهاد مساعد ثاني، ووميض محمود حكم رابع، وعصام فاضل في غرفة الفار. هذا الرجل الواضح أمامك في الصورة عبد الغني الشهد في هذه المباراة المرتقبة والمثيرة جدا، الذي طبعا بالنسبة لعبد الغني الشهد الذي يفوز طبعا مباراته السابعة اليوم مع دهوك منذ مباراة نوروز، طبعا بما فيها مباراة الكاس أيضا التي أيضا كان يقودها عبد الغني الشهد مع نادي دهوك في تلك المباراة التي فاز فيها نادي دهوك في مباراة الكاس أيضا اللي انتهت بهدف لمصلحة نادي دهوك. بالتالي هذه المباراة السابعة التي يقودها المدرب عبد الغني الشهد اليوم مع دهوك منذ مباراة نوروز. طبعا جاء خلفا للمدرب سليمان رمضان في هذه المباراة المهمة في مواجهة مرتقبة نادي دهوك. طبعا كلا الفريقين يعني حقيقة نشاهد لديهم انطلاقة كبيرة في الجولات الأخيرة، وكلا الفريقين يعني قادمين من انتصار على الفرق الكبيرة. يعني نادي أمانة بغداد قادم من انتصار على الشرطة، بينما على الجانب الآخر نادي دهوك وهو بالتأكيد قادم من انتصار على نادي القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء. بالتأكيد يعني كلا الفريقين يعني يدخلون هذه المباراة بروحية عالية وبثقة عالية وبآمال كبيرة في تسلق جدول الترتيب في هذا الموسم. وبالتأكيد نحن معكم من المنتظرين لهذه المباراة، نتمنى أن نشاهد الإثارة والمتعة حاضرة في هذه المباراة. كل التوفيق إن شاء الله، كل التوفيق لنادي دهوك وكل التوفيق أيضا لنادي أمانة بغداد في هذه المباراة. المهم أن نستمتع بأحداث هذا اللقاء وأيضا بأحداث دوري النجوم العراق. الحقيقة المشاهد بعض المباريات تكون جميلة ومثيرة في دورينا. كرة لمصلحة نادي دهوك على جهة اليمين، استلام محاولة المرور من سيابند عقيد لكنها مرت عادت من جديد لمصلحة المغربي كمال القرع، لعب كرة أمامية ولكن الكرة وصلت عند علي ياسين. على هذه المباراة مباراة حقيقة نتوقع أن نشاهد فيها إثارة، نتوقع أن نشاهد فيها متعة في هذه المواجهة بالنسبة لكلا الفريقين. نادي أمانة بغداد الذي حقيقة يقدم عروض ممتازة في الجولات الأخيرة، على الجانب الآخر نادي دهوك هو الآخر أيضا حقيقة المدرب الواضح في الصورة أحمد خلف في حقيقة شهدنا له نتائج مميزة منذ استلامه مهمة نادي أمانة بغداد. أكيد مباراة كبيرة، ويعني كلا المدربين أحمد خلف خبرة كبيرة في الدوري العراقي، وأيضا على الجانب الآخر عبد الغني الشهد أيضا خبرة في دوري نجوم العراق.
كرة لمصلحة نادي دهوك. دهوك حسن وشاهد هدف مبكر يشعل فتيل المباراة ويحرك المدرجات ويجعلنا نستمتع أكثر بأحداث هذا اللقاء. كرة عادت بالخلف عند دفاعات نادي دهوك، محاولة صناعة فرصة من الخلف، لعب كرة أمامية، هنا استلام، هنا هجوم، هذه تسديد على بولي سامبو. هذا المحترف السنغالي كان خطير وأراد بتسديده في الكرة الماضية، ولكن مرت بأمان وسلام على حارس مرمى نادي أمانة بغداد وسام علي. هذه الكرة الماضية وهذه التسديدة قوية نعم، لكنها غير دقيقة ولم تكن في الكرة الماضية دقيقة على المرمى، وبالتالي مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب كانت من بولي سامبو المحترف السنغالي، هو طبعا ايضا لاعب دون المنتخب السنغالي. بينما هنا هجوم ياتي لمصلحه نادي دهوك على الجهه اليمين، محاوله المرور، حاول يمر بشكل ممتاز من شاب عزيز، ولكن الكره لا زالت. هنا هجوم سريع، هذه كره خطيره، بيتر جورجيس، هذه تسديده لكن مرت الى خارج ارضيه الملعب. بيتر جورجيس واحد من الاسماء المميزه جدا التي لمعت مع دهوك في هذا الموسم، اللي عنده 5 أهداف، عنده 5 أهداف مع نادي دهوك في هذا الموسم. سجل 5 هدفين سجلها على نادي نوروز، وسجل ثنائية على القوة الجوية، وسجل هدف على نفط لسان، وبالتالي هو مندفع كثيرا. الثقة عالية بالوصول أيضا إن شاء الله للمنتخب الوطني. سعد ناطق أسماء خبرة، أسماء مميزة متواجدة في تشكيلة نادي دهوك في هذا الموسم. تحدث عن سعد ناطق، تحدث أيضا عن بيتر جورجيس والأسماء الأخرى، كلها أسماء مميزة في الدوري العراقي. بينما هنا كرة لبيتر جورجيس يحاول المرور من أمام دفاعات نادي أمانة بغداد، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي أمانة بغداد. واحد من الأسماء الجيدة جدا بيتر جورجيس في تشكيلة نادي. إلى رمية التفاس عباس ياسين سبق واللعبة لنوروز واردين، لعب كرة أمامية بالراس لكنها قطعت من سيابند عقيد، مرت إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية جانبية أخرى لمصلحة أسود العاصمة التي حقيقة كسرت عن أنيابها في المواجهات الأخيرة. تخيل معي بالنسبة لنادي أمانة بغداد في الجولة السابعة حقق فوز على نادي الطلبة بهدفين لهدف. الجولة الثامنة فاز على نوروز بهدف نظيف. الجولة التاسعة فاز على الشرطة بهدفين لهدف. هذه نتائج رائعة، نتائج مبهرة أن يعني تحقق انتصار على فريقين كبيرين. تحدث عن نادي الطلبة والشرطة، وأيضا فاز على نوروز هناك في ملعب نوروز. هذه النتائج يعني بالتأكيد هي يعني لم تكن سهلة أبدا. هناك انطلاقة واضحة لنادي أمانة بغداد. على الجانب الآخر يعني نتحدث عن أيضا عن نادي دهوك، الفريق الذي حقق يعني انتصارين متتاليين في المباريات الأخيرة. فاز على النجف بهدف نظيف، وفاز أيضا على القوى الجوية بهدفين مقابل لا شيء. كرة من جديد عند عباس ياسين، رمية تماس، كرة للأمام بالراس، كرة أمامية من جديد. هناك صافرة، الراية مرفوعة بوجود حالة تسلل، حالة تسلل في الكرة الماضية على محترف نادي دهوك في الكرة الماضية. هذه رمية تماس التي لعبت ولكن كان واضح جدا بولي سامبو المحترف السنغالي وقع في مصيدة التسلل. هنا حضور عبد الغني الشهد، خبرة كبيرة في الدوري العراقي، صاحب 57 سنة. الجميع يتذكر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة آسيا الأوروبية، لكن دعونا هنا هجوم يأتي لمصلحة نادي دهوك. الكرة من هناك صافرة ومخالفة وخطأ عليك يا لمين ساماتا.
المحترف من جامبيا يرتكب مخالفة في الكرة الماضية، خطأ لمصلحة حسن عماد لاعب نادي دهوك في الكرة الماضية، خطأ يأتي لمصلحة نادي دهوك. هسه نشاهد هدف مبكر يشعل فتيل هذه المباراة ويحرك المدرجات في هذه المواجهة. أتمنى أن نشاهد مباراة مثيرة، أن نستمتع بأحداثها. بينما هنا كرة ثابتة، بيتر غورغيس واحد من الأسماء المميزة والمهارية في تشكيلة صقور الجبال. الصافرة موجودة وبيتر غورغيس يلعب كرة عالية للأمام، هذه خطيرة، هذه محاولة على دهوك يضغط بهذه اللحظات. هذه تسديدة ممكن لا زالت خطيرة سامبو، ولكن الإبعاد والكرة من جديد عادت لدفاعات نادي دهوك. دهوك خطير عندما يهاجم، ممكن قد نشاهد هدف مع التحرك وهذه الجماهير التي حقيقة جماهير صعبة، جماهير ليست بالسهلة، وأنت تلعب أمام هذا الضجيج الجماهيري. هنا في ملعب دهوك، هنا كرة اللعب من هارون أحمد، لعبت عالية داخل منطقة الجزاء، هذه محاولة ولكن الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب إلى ركنية، أبعدها أيمن الزيج كابتن نادي أمانة بغداد في الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي دهوك، عدها بمبدأ الأمان إلى خارج أرضية الملعب، ركنية الآن لمصلحة نادي دهوك. يشكو من إصابة كريم درويش، ليس وقت الإصابات بل هو وقت المتعة في هكذا مباراة جميلة. وهذه الكرة الماضية هل كان سعد ناطق في موقف تسلل؟ لاحظ هذه الكرة الماضية التي لعبت من خادم رسول، بينما هنا ركنية لعبت عالية أمامية خطيرة بالراس، والكرة في الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي أمانة بغداد. خارج أرضية الملعب كرة عند وسام علي حارس مرمى نادي أمانة بغداد. نادي دهوك قادم من انتصارين على التوالي، بينما أمانة بغداد قادم من 3 انتصارات على التوالي. جماهير دهوك هي ترسم أجمل اللوحات في مدرجات ملعب دهوك الذي يعني هذا الجمهور حقيقة عودنا أن يملأ المدرجات بسخم وشغف وحماس واندفاع وضجيج. كلما كانت المباريات في دهوك حقيقة نستمتع في مباريات طويلة. كرة من جديد من هناك حول المرور، ولكن صافرة سيد الكريم موجودة، مخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي دهوك. ميلاد فلاح طبعا تحدث عن نادي أمانة بغداد ويغيب عن تشكيلة أسود العاصمة في هذه المباراة مصطفى فلاح، بينما في تشكيلة نادي دهوك يغيب باشانج وأيضا زاكري. كرة لمصلحة نادي دهوك، لعبت للأمام، تحضير عادها لقاسيموف. حقيقة قدم مباراة رائعة جدا. المباراة الأخيرة مع الشرطة سجل هدفين من الجبار كريم. كرة من هناك لمصلحة نادي دهوك على الجانب اليسار، حاول صناعة فرصة لدفاعات دهوك، تلعب الكرة أمامية، يا سلام، حركة ممتازة للأمام، ولكن الدفاع موجود في الكرة الماضية وصافرة ومخالفة تأتي لمصلحة نادي أمانة بغداد. مصلحة أمانة بغداد آخر مواجهتين جمعت الفريقين كانت بالموسم قبل الماضي. الأولى انتهت بهدفين لمصلحة نادي دهوك، والثانية انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين. في آخر مواجهتين كانت بين الفريقين.
كرة لمصلحة نادي الهوكي. تلعب الكرة أمامية، الإبعاد موجود، عادت عند سعد ناطق لاعب منتخبنا الوطني. تلعب للأمام، حاول المرور عند بيتر غورغيس من جديد، يحاول فيها من سامن عقيد في وسط الميدان. من هناك من خادم رسول لمصلحة نادي الهوكي، عاد عند سعد ناطق يغير الاتجاه ولكنها خاطئة إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد. سعد ناطق تجربة في السعودية الآن لمصلحة أمانة بغداد عباس ياسين. جبار كريم يغير الاتجاه من هناك في وسط الميدان، انطلاقه من هناك يحاول فيها وسود العاصمة، لكن انطلاق على تغطية ممتازة من حسن عماد يقطع كل سبل الدعم والإمداد من هناك، ولكن هنا صافرة ومخالفة خطأ يأتي لمصلحة صقور الجبال. عبد الله خلف واللاعب محمود أحمد في الكرة الماضية، حاول يمر في الكرة الماضية ولكن المباراة أشار بوجود خطأ لمصلحة نادي دهوك. محمود أحمد رمية تماس لمصلحة نادي دهوك. هسه نشاهد هدف يأتي بهذه اللحظات بعد مرور الربع الساعة الأولى من عمر هذا اللقاء. كرة من جديد من هناك عند سعد ناطق، عادها بالخلف من جديد لمصلحة نادي دهوك. أمانة بغداد الآن يندفع للأمام، يحاول أن يلعب على أخطاء مدافعي نادي دهوك، ولكن علي ياسين يلعب الكرة أمامية. نعم هذه خاطئة، هذه الكرة خاطئة. جبار كريم أراد اللعب الكرة بسرعة ولكن الكرة عادت من جديد عند عبد الله خلف، لعب الكرة من جديد. هذا جبار كريم يريد أن يسدد من بعيد للكرة أمامية ولكنها وصلت عند علي ياسين. علي ياسين سبق واللعب في كربلاء والنجف. جبار كريم اسمع جمهور دهوك، شغف حماس في ملعب دهوك. هذا الملعب اللي حقيقة دائما ونشاهد جماهير دهوك شغفها وحماسها وعشقها ولنادي دهوك. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت بأمان وسلام على مرمى أمانة بغداد. شوف هذا جبار كريم استلم كرة، أراد أن يسدد ولكن كانت هناك مضايقة من دفاعات نادي دهوك. في الأخير الكرة مرت ووصلت عند حارس المرمى. هذه الكرة الماضية اللي كانت عند حسن عماد، أراد أن ينطلق من هناك ولكن كرة كانت طويلة. كرة اللعب للأمام بالراس من هناك، عادها من جديد عند لمين ساماتاه يلعب الكرة أمامية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. في الكرة الماضية 5 مباريات في هذا اليوم، هذه الجولة. القاسم حصل بثلاثية من أمام الطلب، أربيل مع القوة الجوية بتعادل سلبي، الكرخ بتعادل إيجابي 2-2 مع الموصل، ومباراتين بنفس مباراة دهوك مع أمانة بغداد. أيضا لدينا مباراة الشرطة مع زاخو في هذه اليوم الأول هذه الجولة. أيضا إن شاء الله يوم غد الميناء بمواجهة ونفط ميسان بمواجهة نادي ديالى، ونوروز مع النفط. لكن هنا كرة أمامية ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. نوروز مع النفط والقرمة مع النجف والزوراء مع الغراف يوم غد إن شاء الله. هنا رمية تماس لمصلحة أسود العاصمة. هسه نشاهد هدف مبكر يأتي
لدهوك أو لأمانة بغداد، ويحرك هذه الجماهير الرائعة التي لم تسكت ومستمرة بالتشجيع والمؤازرة لنادي دهوك. كرة من هناك في جهة اليسار، كرة عادت من جديد عند دفاعات في نادي دهوك، محاولة صناعة فرصة من الخلف والتقدم فيها للأمام. هذه كرة من جديد بيتر غورغيس حاول المرور، يا سلام، لعب كرة ممتازة، يا سلام، وانتو تسديدة لكن الكرة في الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب، لم يبدو فيها ركلة ركنية لمصلحة نادي دهوك، لمصلحة صقور الجبال في الكرة الماضية، في الأخير مرت إلى خارج أرضية الملعب. من هناك إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي دهوك. جهات مستمرة من أيمن الزيد كابتن نادي أمانة بغداد، بينما هنا ركنية بيتر غورغيس لعب كرة عالية على مستوى القائم الثاني ورأسية، مرت ولا زالت هنا تسديدة من جديد، هذه خطيرة، والإبعاد يأتي من دفاعات نادي أمانة بغداد من لامين ساماتا، يبعد الخطر عن مرماه في الكرة الماضية إلى رمية تماس لمصلحة نادي دهوك، لمصلحة سيابند عقيد. سيابند عند الكرة، يعود الكرة بالخلف من جديد من أحمد عادل إلى سعد ناطق خادم رسول، المغربي كمال القرع يخطف الكرة، هذا هجوم مرتد سريع، هجوم معاكس، ولكن هنا صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة نادي أمانة بغداد. والبطاقة الصفراء هي الأولى التي نشاهدها في هذا اللقاء على المحترف السنغالي خادم رسول، يتلقى البطاقة الصفراء هي الأولى في أحداث هذا اللقاء. خادم رسول السنغالي من أمام المغربي كمال القرع. واحد من الأسماء المميزة في تشكيلة أمانة بغداد، عنده هدفين بالنسبة لهذا المغربي، هدفين سجلها على نادي نفط ميسان. هنا كرة ثابتة من مكان خطير لأسود العاصمة باختيار قاسيموف، هذا اللاعب الأوزبكي اللي سجل هدف من كرة ثابتة في المباراة السابقة على نادي الشرطة، هل يسجل الآن على صقور الجبال لمصلحة هذا الأوزبكي باختيار قاسيموف؟ هنا تسديد، الله على الكرة الماضية والتصدي من علي ياسين في كرة كانت خطيرة جدا لأمانة بغداد. شوف هذه الكرة الماضية، سدد كرة قوية، وعلي ياسين ووسام علي في الكرة الماضية، وعلي ياسين حارس مرمى نادي دهوك في الكرة الماضية ينقذ الموقف. بينما هناك ركنية لمصلحة نادي أمانة بغداد، لعبت عالية وخطيرة، لا زالت محاولة لمصلحة أسود العاصمة، ولكن عادت سريعة لمصلحة نادي دهوك. شوف هذه التمريرة، الله على هذه التمريرة السحرية، ولا زالت لمصلحة صقور الجبال في محاولة خطيرة. بيتر غورغيس عند الكرة، خطير جدا بيتر، يعرف كيف يمرر، يعرف هنا كرة جدا، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كانت بتسديدة من كريم درويش، أراد أن يجرب حظه من مسافة بعيدة، هو عنده هدفين وأراد أن يسجل هدف الثالث. هذه التسديدة وكرة مرت من أمام حارس مرمى نادي أمانة بغداد وسام علي إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة أسود العاصمة. النتيجة لا زالت سلبية، ولكن قد نشاهد أهداف في الدقائق القادمة لهذا الفريق أو ذاك في الدقائق القادمة من أحداث هذا اللقاء. السلامة إن شاء الله لعباس ياسين، بعض من الجماهير الحاضرة
ونظرة على هذه المباراة ولهذا الجمهور الرائع الشغوف بكرة القدم. الجمهور يعشق كرة القدم ويعشق فريقه أيضا. في بعض المباريات نشاهد هناك يعني نفاذ للتذاكر قبل يوم من المباراة، لكن هذا الأوزبكي باختيار قاسيموف أرسل كرة قوية جدا، ولكن تصدى الله على هذه التسديدة وعلى هذا الانحراف بالكرة الماضية، ولكن يقظت وسام علي ياسين في الكرة الماضية، علي ياسين في تصدي في الكرة الماضية، وبالتالي مرت لأمان وسلامة. آخر مباراة بين الفريقين كانت في ملعب المدينة في مايو 2024، وتلك المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين. سجل للأمانة في تلك المباراة حسين زياد وأولاديو يعقوب محترف النيجيري، وأيضا سجل للهوك في تلك المباراة. هي كانت آخر مباراة بين الفريقين. سجل الهوك في تلك المواجهة التونسي عماد لواتي اللي غادر دورينا إلى الدوري الكويتي، وأيضا في تلك المباراة سجل جبار كريم. كرة اللعب عالية وللأمام، من هناك حاول فيها كرة عادت من جديد لمصلحة أمانة بغداد، يحاول المرور، عاد الكرة بالخلف. دائما عودة الكرات للخلف تعني غياب الحلول، كما يقولها طبعا النجم الهولندي الكبير يوهاني كرويف. كرة من جديد عادت من هناك لمصلحة نادي الهوك في وسط الملعب. سعد ناطق محاولة صناعة فرصة جديدة من الخلف والتقدم فيها للأمام. سعد ناطق من هناك غير الاتجاه، حاول يلعب جمهور الهوك. جمهور الهوك رهيب. الكرة لا زالت من هنا لمصلحة صقور الجبال عالية، ولكن الإبعاد والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. سيابد عقيد يطالب جمهور الهوك بالاستمرار بالتشجيع والمؤازرة. بيتر جورجيس على التنفيذ، ركلة ركنية. هوك هو أكثر وصول للمرمى من نادي أمانة بغداد. هسه نشاهد هدف يأتي بهذه اللحظات لمصلحة صقور الجبال. هناك تبديل، إبراهيم حميد يشترك ويغادر عباس ياسين. هنا ركنية تلعب الكرة عالية للأمام، الكرة لا زالت لمصلحة نادي الهوك. هنا تسديدة، ولكن الكرة من جديد عادت لمصلحة علي ياسين. غادر عباس ياسين للإصابة ويشترك إبراهيم حميد. كرة لمصلحة قاسيموف الأوزبكي قادم النادي قوقند الأوزبكي. كرة من هناك من جديد عادت تماس لمصلحة وسود العاصمة بهذه اللحظات. التعادل السلبي لا زال سيد الموقف في أحداث مباراة نادي الهوك مع أمانة بغداد. كرة من جديد كمال مقطوعة عادت لمصلحة صقور الجبال. لعب الكرة من هناك على جهة اليسار، حاولت صناعة فرصة، حاولت عمل اختراق لدفاعات أسود العاصمة. سيابد عقيد، بيتر جورجيس. كرة عادت لمصلحة أمانة بغداد. جبار كريم عاد للخلف، حاول مساندة زملائه. سعد ناطق من سيابد عقيد، مقطوع عادت للمغربي كمال. هذا الأوزبكي باختيار قاسيموف. الله 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 الله.
الله عليك يا الأوزبكي، الله عليك يا قاسيموف بتسديدة كانت مخادعة تماما لهذا الأوزبكي باختيار قاسيموف في الكرة الماضية، ولكن الكرة مرت بأمان وسلام إلى خارج أرضية الملعب بكرة اصطدت في العارضة لحارس مرمى نادي دهوك، مرت بأمان، ولكن لا زال أمانة بغداد خطير. حدث عن جبار كريم وأيضا المغربي كمال القرع وباختيار قاسيموف هذا أن يخادع حارس المرمى بتسديدة مسافة بعيدة، ولكن مرت. ولا زال دهوك يبحث ويواصل من هناك، تلعب الكرة أمامية مقطوعة من حيدر سالم، عادت لمصلحة أمانة بغداد. من هناك يبحث، يحاول لعب كرة عالية للأمام. جبار كريم اليوم يواجه فريق السابق. كرة من جديد حاول فيها، من هناك مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية. تحدث عن آخر مواجهة جمعت الفريقين كان أحمد خلف مدرب دهوك وجبار كريم. تحدث عن يعني آخر مواجهة جمع، لاحظ هذه التسديدة وهذا الكرة الماضية، والقائم نعلى تصدى لكرة كانت خطيرة جدا العارضة. نعم الكرة الماضية من هذا الأوزبكي باختيار قاسيموف خطير جدا، ولكن هذه كرة خطيرة لمصلحة صقور الجبال، تلعب خطيرة. أوه على الكرة الماضية ومرت من هناك إلى ركنية. دهوك خطير جدا في هذه اللحظات، ممكن قد نشاهد هدف لأمانة بغداد أو لنادي دهوك. لاحظ هذه الكرة الماضية وهذا المحترف في الكرة الماضية السنغالي، ولكن تصدي من وسام علي. وسام علي يتصدى والكرة مرت من هناك إلى ركنية. ركنية لمصلحة نادي دهوك بهذه اللحظات، هي الركنية الرابعة لمصلحة صقور الجبال. الله الله الله، أوه عليك يا وسام علي، الله على الاثنين، الله على سعد ناطق في الكرة الماضية بكرة بالراس، وكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب بتصدي من وسام. أوه على دهوك. دهوك ممكن قد نشاهد هدف يأتي لمصلحة صقور الجبال بهذه اللحظات. هناك ركنية، هناك ركنية تأتي لمصلحة دهوك. هسه نشاهد هدف، تلعب الكرة عالية وللأمام، الكرة لا زالت من هناك يحاول فيها لمصلحة نادي دهوك. الكرة عادت بالخلف من جديد، عادت يحاول فيها حسن عماد ولكن الإبعاد. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. دهوك يتواصل بأكثر من كرة، شاهدنا بولي سامبو وشاهدنا أيضا سعد ناطق بكرة بالراس كاد أن يسجل في الكرة الماضية. خطيرة، الله الله، أوه على بيتر غورغيس، هذا الخطير، هذا الذي حرك جماهير دهوك في اللقطة الماضية كاد أن يسجل. لاحظوا الكرة الله على هذه العرضية الدقيقة، وهذا غورغيس، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. الله على دهوك في هذه اللحظات، قريب جدا من أن يسجل الهدف الأول بيتر هنا استلم، ولكن تسديدة كانت تحت الكرة الماضية، سدد الكرة ولكن مرت عالية تماما وبعيدة عن طموحات غني شهد إلى خارج أرضية الملعب. تحدث عن آخر مواجهة جمعت الفريقين كان أحمد خلف اللي هو الآن مدرب نادي أمانة بغداد. أحمد خلف كان في تلك المباراة مدرب دهوك، وجبار كريم اللي الآن مع نادي أمانة بغداد هو كان لاعب في تشكيلة نادي دهوك، اللي هو الآخر من سجل، يعني بالنسبة لجبار كريم اللي هو آخر من سجل لدهوك على نادي أمانة بغداد بالنسبة لجبار كريم. كرة من جديد من هناك لمصلحة نادي دهوك،
حاول فيها لمين سماتاه، والابعاد للامام في وسط الميدان خادم رسول. كرة عادت من جديد، خادم رسول لتلقى بطاقة صفراء. كرة من هناك يحاول فيها، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد. الواضح في الصورة في هذه الكرة الماضية كانت من محمود أحمد. آخر من سجل لأمانة بغداد على دهوك هو حسين زياد، حاليا مع نادي الكرخة. بالنسبة لحسين زياد هو آخر من سجل لأمانة بغداد على صخور الجبال. كرة من هناك، أيمن الرزيج كابتن أمانة بغداد. جماهير دهوك لا زالت مستمرة. سعد ناطق يريد الكرة بالخلف من علي ياسين يا خادم الجديد. الكرة حاول صناعة فرصة من الخلف والتقدم فيها للأمام، حاول صنع الفراغات بدفاعات أمانة بغداد. كرة من جديد عادت، حاول فيها من هناك، يجد مضايقة. هناك راية مرفوعة وخطأ يأتي لمصلحة أمانة بغداد على ثياب عقيد في اللقطة الماضية. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت ثياب عقيد ومخالفة تأتي لمصلحة أمانة بغداد. لكن هذه الجماهير، هذا جمهور دهوك حقيقة يملأ ملعب بكل الشغف والحماس وكل شيء جميل في كرة القدم. بالنسبة لجمهور دهوك، ضجيج الجمهور، هذه الألعاب النارية وهذه الأمور حاولت يعني إثارة الحماس وأيضا التأثير على كل المنافسين يلعبون في ملعب دهوك. بالتأكيد ملعب صعب، لكن هنا جبار كريم بتسديده، ولكن الكرة من هناك مرت عند حارس المرمى. كرة لمصلحة دهوك على جهة اليسار. كرة عادت من جديد، حاولت التقدم للأمام، صناعة فرصة على جهة اليمين. بيتر غورغيس عاد كرة بالخلف عند سعد ناطق. من هناك السنغالي خادم رسول في وسط الملعب، تلعب الكرة أمامية، عادت من جديد. هوك خطير، هوك خطير بهذه اللحظات في هذه المباراة الرائعة والجميلة. بيتر لعب كرة أمامية، كرة لا زالت داخل منطقة الجزاء، ولكن الإبعاد يأتي من دفاعات أمانة بغداد. الكرة لا زالت عادت عند حارس المرمى، حارس مرمى دهوك علي ياسين. كرة من هناك عادت، شغف جمهور دهوك لا مثيل له، ونحن نشاهد مباريات ممتعة حقيقة في شمال العراق الحبيب، في زاخو، في دهوك، في أربيل. صافرة ومخالفة وخطأ يأتي لمصلحة سيابة عقيد، لمصلحة نادي دهوك بهذه اللحظات على أيمن الرزيج. في الكرة الماضية خطأ يأتي هنا، جبار كريم سدد كرة قوية، ولكن سعد ناطق تصدى للكرة. من هناك كرة ثابتة تأتي لمصلحة نادي دهوك بهذه اللحظات. بيتر غورغيس
دائما على تنفيذ الكرات الثابتة. هل يأتي بالحل؟ والكرات الثابتة هي حل من الحلول في عالم كرة القدم. هسه نشاهد بيتر جورجيس لعب كرة عالية وللأمام، والكرة لا زالت خطيرة لسعد ناطق داخل منطقة الجزاء. دي خطيرة، لا زالت هنا محاولة، والإبعاد يأتي من دفاعات نادي أمانة بغداد. الشعور بالهدف يعني ربما ليس بعيدا بالنسبة لنادي أمانة بغداد، أو ربما لدهوك. نشاهد ونتابع في أحداث هذا اللقاء. كرة من جديد عند بيتر جورجيس، والكرة مرت من هناك خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية اللي كانت من عبد الله خلف اللي سبق واللعب في نفس ميسان، وأيضا للقرمة وللديوانية. جماهير حاضرة لديها شغف ومتابعة للمباراة بأدق تفاصيلها. هذا مثل هكذا جمهور حقيقة يصنع الحدث، جمهور صعب. بينما جورجيس كرة أمامية، جورجيس حقيقة يقدم أداء ممتاز جدا لهذا اللاعب، أكثر من يتحرك، أكثر من يستلم الكرات، هو أكثر من ينفذ الكرات الثابتة. على الجانب الآخر أيضا قاسيموف اللي طبعا شاهدنا له كرة كانت في العارضة، هنا كانت رائعة وجميلة وخطيرة لمصلحة صقور الجبال، ولكن الإبعاد جاء من حيدر سالم في الكرة الماضية، سقط ولكن عاد وأبعد الخطر عن مرماه في الكرة الماضية. بالسلامة لحارس مرمى نادي أمانة بغداد وسام علي، السلامة إن شاء الله لوسام علي. تحدث عن آخر مباراة لجمعتهما في ملعب دهوك، تحدث عن مباراة دهوك وأمانة بغداد. آخر مباراة كانت في ملعب في هذا الملعب، ملعب دهوك، انتهت بانتصار صقور الجبال لنادي دهوك بهدفين مقابل لا شيء. في تلك المباراة سجل هيران آزاد وسجل تيار كوفلد. هذه المباراة الأخيرة اللي يعني قيمت في ملعب دهوك، فاز بها نادي دهوك بهدفين مقابل لا شيء. هل سيفوز دهوك مجددا على هذا الملعب من أمام نادي أمانة بغداد؟ أجواء باردة ولكن حرارة المباراة مرتفعة في أحداث هذا اللقاء. جمهور رائع، مباراة لغاية الآن نشاهد فيها فرص، ومباراة ممتعة حقيقة في هذه الجولة. سعد ناطق بالسلامة. شوف هذه الكرة الماضية بينه وبين جبار كريم، هي الكرة الماضية كرة لمصلحة نادي أمانة بغداد. من هناك جانبية، خلاص آخر 3 دقائق من الوقت الأصلي من هذه المباراة. رمية تماس لعبت من هناك لمصلحة نادي دهوك. خادم رسول لسعد ناطق، عاد عند هارون أحمد، كرة لمصلحة نادي دهوك. هسه نشاهد هدف يأتي في نهاية هذا الشوط، هدف يعني يحبون المدربين، يعني يأتي هدف مثل هكذا توقيته وأنت تذهب إلى غرف الملابس وأنت تسجل هدف في
وقت مثالي في نهاية الشوط. هسه نشاهد هدف بالنسبة لأسود العاصمة أو بالنسبة لصقور الجبال في أحداث هذا اللقاء. كرة من جديد لمصلحة نادي دهوك أمامية، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. كانت من سياب العقيد خارج أرضية الملعب. دهوك هذا الموسم فاز في 3 مباريات. بالنسبة لنادي دهوك فاز على نوروز بهدفين مقابل لا شيء. هي المباراة الأولى التي يعني استلم بها المدرب عبد الغني شهد. بعد ذلك فاز دهوك على النجف بهدف، وفاز على الجوية بهدفين مقابل لا شيء. أيضا تعادل في مباراتين، تعادل مع النفط تعادل سلبي 0-0، وأيضا تعادل مع نادي نفط ميسان بهدفين لهدفين. وأيضا خسر في 4 مباريات، خسر في أول 4 مباريات في هذا الموسم. خسر من أمام القرمة بهدف، وخسر من أمام الشرطة بهدفين مقابل لا شيء بالنسبة لنادي دهوك، وأيضا خسر من أمام الكرخ ب3 أهداف لهدفين، والخسارة من أمام الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد. تلك المباريات ال4 كانت مع المدرب سليمان رمضان. كرة اللعب للأمام، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. نادي دهوك عنده 10 أهداف، ولكن عليه 10 أيضا، عنده 11 نقطة بالنسبة لنادي دهوك. 4 دقائق أضاف الحكم فيد كريم كوقت بدل ضائع على نهاية الشوط الأول. كرة اللعب عالية وللأمام، بالراس عادت لكمال من جديد يحاول فيها. كرة عادت لمصلحة نادي دهوك. السلام على حركة لعب ممتازة ورائعة جدا يا هارون أحمد. مر لا زال يحاول المرور، والكرة حكم المباراة لا يشير إلى شيء. الكرة لا زالت من هناك، عادت لمصلحة عمانة بغداد. ممتاز اللحاق بالكرة، حاول فيها بهذه اللحظات لمصلحة نادي دهوك. بيتر غوركيس داخل منطقة الجزاء، هذا خطير. يا سلام هذه خطير. الله على ريحش ممتاز من وسام علي بكرة كانت خطيرة جدا لبيتر غوركيس. وهذه الجماهير لا زالت تتواصل وترتفع أصواتها وهازيجها ودبكاتها بالنسبة لجمهور دهوك. الكرة كانت خطيرة جدا لمصلحة صقور الجبال، لكن دائما بيتر غوركيس هو على تنفيذ الكرات الثابتة. كرة اللعب عالية للأمام، يحاول فيها والإبعاد. الله، وسام يتصدى. وسام حقيقة أبدع في مباراة نوروز، لا زال يقدم مستوى جيد. بينما كرة لمصلحة نادي دهوك، كرة عند هارون أحمد، لعب كرة وخطيرة. صقور الجبال تعلق عاليا. الله 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 الله. كريم درويش يأتي بالحل لكريم درويش، يسجل أول أهداف المباراة. الله الله الله. سجل كريم درويش المحترف اللبناني، يسجل الآن بهذه اللحظات لمصلحة نادي دهوك. شوف هذه الكرة الجميلة من هارون، لعب كرة عالية وللأمام. يا سلام،
يسجل الهدف الأول يأتي لمصلحة نادي دهوك في هذه اللحظات. هل فيها تسلل وسدت كرة قوية مرت على وسام علي، تسديدة صاروخية. على كرة على الطاير يسجل بهذه اللحظات كريم درويش، يسجل ثالث أهدافه كريم درويش، اللي سجل على الكف وسجل على الطلبة، الآن يسجل على نادي أمانة بغداد. بينما ننتظر التأكيد من المتواجدين في غرفة الفار عصام فاضل ومحمد لؤي صبحي عن الهدف شرعي وصحيح. ننتظر التأكيد. بالتأكيد هدف، كنت أتحدث عن هدف يعني يحبون المدربين أن يأتي مثل هكذا توقيت قبل نهاية اللقاء في الشوط الأول. بطاقة صفراء وننتظر التأكيد. تشيكين جول عن الهدف شرعي في الكرة الماضية. فايد كريم في الكرة الماضية كان كريم درويش في موقف تسلل. نشاهد ونتابع فايد كريم حكم المباراة والحوار والحديث مع المتواجدين في غرفة الفار. هل فيها القرار تسلل، حالة تسلل، الهدف يلغى، هدف أبيض يلغى، نو جول. نعم، حالة تسلل في الكرة الماضية على كريم درويش. شوف هذه الكرة الماضية وتسديدة، ولكن جاء القرار من المتواجدين في غرفة الفار على وجود حالة تسلل. الهدف يلغى، النتيجة تبقى 0-0، تعادل سلبي. كرة لعبت من الأمام، من هناك من الحارس إلى الحارس. هذه كرة خاطئة، ولكن عادت لمصلحة علي ياسين. من هناك لمصلحة نادي دهوك. يبقى أمانة بغداد مع دهوك والتعادل السلبي. هسه نشاهد هدف قبل صافرة ختام الشوط الأول. كرة من هناك، سيابد عقيد لعب كرة عالية وخطيرة بالراس. على كرة ممتازة، كرة عرضية جاءت على المقاس بالراس لكريم درويش، ولكن كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف هذه الكرة الماضية، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة اللعب عالية وللأمام. من هناك لا زال يحاول فيها بالنسبة لنادي دهوك. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. تماس، شوط يبدو سينتهي بتعادل سلبي إلا إذا. كرة من جديد لمصلحة نادي دهوك. لعب كرة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. يا سيابد عقيد، كرة أبعدت من ميلاد فلاح. كرة عالية وللأمام بالراس. كرة من جديد، من هناك يحاول. إذا أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، تأتي صافرة الحكم فايد كريم معلنة عن نهاية هذا الشوط بالتعادل السلبي 0-0 بين نادي دهوك أمام أمانة بغداد. أيها الأحبة، إن شاء الله ألتقيكم مع بداية الشوط الثاني، استراحة قصيرة ثم لنا عودة.
بهذا العريق نعم تتغنى وتنشد وتتفاءل بهدف الأول. الله 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 الله، نعم تتفاءل بأول الأهداف، يدركون هدف التقدم، يدركون هدف أول، هدف الأسبقية يأتي ليكافئ الجماهير على هذه الفرحة الكبيرة، ليكافئ الجماهير على هذه نعم العبارات والدعم المتواصل والحضور الكبير للبرتقالي، لمؤازريه، لداعميه، لمشجعيه في هذه الموقعة. أيمن محمود يرتقي، أيمن من هناك يرتقي ويسجل أول الأهداف. نعم هدف أول من هناك جاء من كرة عرضية، من كرة ثابتة ولعبت بشكل العرضية، يرتقي ومن هناك يبصم على أول الأهداف ويكسر هذا الصمت، هذا التعادل، وأخيرا يدرك أول الأهداف بعد محاولات، بعد فرص، منها من تألق بالتصدي ولمنعها مصطفى جاسم في مدرجات ملعب اللقاء بين محسن يونس. جول جول جول، الهدف الثاني لمصلحة فريق نادي ديالا، يواصل هذا التألق، يواصل من هناك أيمن صفاقسي يسجل أول أهداف هذا الموسم، أول أهدافه مع فريق نادي ديالا، أول أهدافه في بلاد الرافدين بعد مسيرة احترافية. نعم يسجل ويدون أيمن أول أهدافه نعم في المباراة وفي الدوري، وثاني أهداف فريق نادي ديالا في هذه المواجهة. نعم فريق نادي ديالا يواصل التألق، ومن هناك نادي القاسم يعاني حسين يونس في اللحظات التي كنا نشاهد بها صورة لفرحة الجماهير ونصف بها الفرحة الكبيرة في مدرجات ملعب ديالا، حتى جاء حسين، حتى مر حسين من حسين محسن نعم ومرر لأيمن الذي لم يتأخر ويتردد هنا في مكان خطير. أياد من هناك تسديده والثالث لمصلحة ديالا، الثالث في هذه اللحظات وسط صدمة وفرحة بنفس التوقيت في مدرجات ملعب المباراة. نادي ديالا يوقع على ثالث الأهداف قبل نهاية الفصل الأول، الثالث للأبيض، الثالث نعم لفريق نادي ديالا في هذه اللحظات بكرة ثابتة من أياد، يوقع على أول أهداف في المباراة، والثالث نعم لفريقه والثاني له في هذا الموسم بكرة ثابتة يجمد من خلالها حارس المرمى عاجزا متفرجا أمامها. مصطفى جاسم يتفرج على ثالث الأهداف وعلى أصعب الفترات. وبذلك الآن هذا هو باختيار كوسيموف، الله يا ساتر يا ساتر، تصويبه من أوزبكستان لباختيار كوسيموف يسجل أول أهداف اللقاء، هدف بغدادي بأقدام أوزبكستانية. نعم هدف جميل لأسود العاصمة. هنا أمانة بغداد، نحن نقارع الكبار وسنثبت ذلك للجميع. هنا أمانة بغداد. نعم لم يكن الانتصار على الطلبة صدفة، ولم يكن الانتصار على نوروز صدفة. هنا أسود العاصمة وبأقدام باختيار كوسيموف. الله الله الله، باغتت أحمد باسل
كرة ساقطة جميلة، نعم غيرت نعم الرياح مجرى الكرة، وكانت صعبة على الحارس أحمد باسل. أي تصويبة وأي هدف وأي مفاجأة وأي سبرايز قدمها أمانة بغداد على الشرطة، وازدادت الصعوبات على القيثارة الخضراء. ينتظرون الآن فريق الشرطة أن يعدلون النتيجة بكرة من الطرف الأيمن، لا زالت إلى دومينيك مندي. الله 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 الله، جول أو ماذا؟ لا يوجد تسلل. نعم المواس لم يكن متسللا، وحسين علي ما كذب خبر، وكرة سجلت لهدف التعادل. هدف التعادل يصل بهذه اللحظات، هدف مقابل هدف، شوط أول مميز ما بين الطرفين. تحضير من الطرف الأيمن، هل يصوب من هذا المكان؟ هي ليلة الأوزبكي، هي ليلة الأوزبكي. كوسيموف يسجل الثاني لأمانة بغداد. الله 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 على عرضية، والله على رأسية، وعلى هدف ثاني لأسود العاصمة. أسود العاصمة يسجل ثاني أهدافه، وأي كرة لعبت، وأي تمريرة مررت، وأي إنهاء، وأي فينيشنج عالي قدم الأوزبكي كوسيموف. باختيار كوسيموف يسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 51. شوفوا بالإعادة، هي بدأت، هي انطلقت، محمود أحمد قدم له كرة على طبق من ذهب. محمود أحمد، شوف هي بدأت من بلافيو اللاعب الأنغولي، مررت من هنالك، وصلت لمحمود أحمد عالية. يا عيني يا عيني، باختيار كوسيموف يسجل ثاني أهداف أسود العاصمة. ثاني أهداف أمانة بغداد من أجل الوصول إلى لقب يطمح به من خلال جماهير القوة الجوية، الوصول إلى ما يتمنى. وغورغيس، بيتر غورغيس يسجل أول أهداف المباراة. صقور الجبال، صقور الجبال، صقور الجبال الآن تحلق في ملعب المدينة على حساب صقور العاصمة، وهدف أول عن طريق بيتر غورغيس. بيتر غورغيس يسجل هدف أول، هو رابع أهدافه خلال هذا الموسم مع دوك، بعدما سجل هدفين على نفط ميسان وهدف على نوروز. يأتي الآن ويسجل هدف أول في مرمى القوة الجوية. لاحظ بغفلة من دفاعات صقور الجوية الجوية من خلف المدافعين ينسل اللاعب بيتر غورغيس ويسجل أول أهداف المباراة. كانت المطالبة هنا بوجود خطأ، وهنا بيتر غورغيس اللي ينطلق بسرعة ويضعها من تحت الحارس محمد رحيم ليسجل أول أهداف المباراة. لاحظ اللمسة والتمريرة الجميلة اللي كانت عن طريق يوسف الإمام المدافع لفريق دهوك، لذلك يستغلها خير استغلال اللاعب بيتر غورغيس ويضعها من تحت أقدام الحارس محمد رحيم. لا زالت تترقب جماهير فريق القوة الجوية ودهوك. هنا بيتر داخل منطقة الجزاء، المحاولة تستمر بيتر، هل يفعلها من جديد؟ وثاني ثاني الله 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 يا بيتر غورغيس. بيتر غورغيس يسجل هدف ثاني لدهوك، يسجل هدف ثاني لفريق دهوك. بيتر غورغيس يتلاعب بدفاعات القوة الجوية ويضع كرة قوية في مرمى صقور العاصمة ليسجل لصقور الجبال هدف ثاني في هذه اللحظات. الدقيقة 33 يسجل بيتر غورغيس هدف ثاني ويضاعف النتيجة لتصبح النتيجة هدفين لفريق دهوك مقابل لا شيء لفريق القوة الجوية. لاحظ هنا الإعادة، هنا التمريرة بالمباشر، يستغل لاعبي فريق دهوك تقدم لاعبي القوة الجوية، وبيتر غورغيس مر بهذه الطريقة من أمام إيدير مقدم وباليمين سجل باليسار ويسجل باليمين. لذلك بيتر غورغيس يبقى واحد من الأسماء الكبيرة في دورينا، وواحد من الأسماء المهمة مع فريق دهوك الموسم الماضي وهذا الموسم. لذلك بيتر غورغيس يفعلها ويسجل ثاني الأهداف في هذا اللقاء لفريق دهوك على حساب القوة الجوية. نتكلم عن نفط ميسان، هذا شيء طبيعي، يمتلك بطاقة حمراء، لكن هنا أربيل والقلعة الصفراء. تيميروف
يسجل أول الأهداف الذئب الأبيض الأوزبكي. نعم، تكلمت القلعة الصفراء، وفي آخر أيام العام يؤكد أربيل الصدارة. هيا بنا لنستعيد شريط الذكريات، هيا بنا لنستعيد شريط الإنجازات والتاريخ الجميل. هنا الأوزبكي شيرزود تيميروف يسجل 9 أهداف هذا الموسم وأول أهداف اللقاء. شوف سيفن منصور دخل فغير أمور كثيرة، تمريرة وصلت جميلة، إنهاء ولا أروع. هو يعرف طريق المرمى جيدا. حضرت هذه اللقطة هل فيها راية أو لا؟ هل فيها راية أو لا؟ الإنهاء جميل، الهدف جميل، لكن يبقى السؤال، هل هنالك الراية أو لا؟ أربيل يدون، أربيل يسجل. القلعة الصفراء تكلمت بهذه اللحظات. كرة تلعب، نقل الكرة على الطرف، المحاولة إلى ديبوتي، واحدة في الأمام يا ديبوتي، الكرة إلى عبود يلعب الكرة، ديبوتي وناصر محمدو، ديبوتي وناصر، نصر نيجيريا يحلق عاليا في سماء مدينة الخابور، وهنا الإنذار الأول، معه ضربة أولى لديبوتي، الضربة مع اشتداد البرد، والكرة في مرمى محمد شاكر. هكذا أجواء، هكذا حضور، لا تحتاج إلى أسد وإلى نسر النيجيري قادر على اختراق دفاعات الكناري. هنا محاولة وهنا كرة وصلت إلى المرمى ويحتفل بطريقته الخاصة. لاحظ الكرة التي لعبت، عبود واساس عالمي، المرور والدخول، اختراق واختيار، والكرة في الجول. الله، لاحظ اخترق، وصل، عرف الطريق، وها هو الهدف وسط الثلوج المتساقطة. زاخو يهز الشباك كأن الجبال نفسها تصفق لهذا الإبداع وهذا الجمهور. السيد أيمن الحكيم بكل ما يتاح له من وسائل الضغط، مجتبى صالح على الطرف، حسين زياد ومصعب جمال، 1 2 3 4 5 والسادس موجود، الكل يضغط من الكرخ. زياد، التمريرات السهلة خير من الكرات العرضية. الله، حضر البابلي، حضر برهيل يعطي البرهان، والتعديل للكناري، للكرخ يأتي الآن. من الذي وضعها في المرمى؟ من الذي وضعها في الجول؟ ولكن في المجمل إن الكناري يغردوا هنا في الأعالي، يغردوا في مدينة الخابور في وسط الثلوج. هنا يأتي هدف التعديل، ويونس حمود يضع الكرة في المرمى وليس حسن علي بري. يسجل من جديد، يضع من جديد، والهدف الرابع ليونس. لاحظ التمريرة من زياد، كسرت الخطوط، وصلت إلى حمود، حطها في الجول. يعرفان بعضهما البعض جيدا، واصطاد علي كاظم في كرة عجز عن هادوكان، عجز عن ردها علي كاظم. الله الله الله. بوسط ملعب المباراة هذا يوسف أمورو، يوسف والابعاد، هنا التدخل، يوسف جول. الله، هدف أول لصقور الغربية، حلقوا بهذه المباراة. نعم 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 نعم، هنا في ملعب الناصرية الصقور تحلق، الصقور تحلق في هذه المباراة وتسجل أول أهداف المباراة. صقور الغربية بأول أهداف المباراة من اللاعب يوسف أمورو، يسجل أول أهداف المباراة. نعم، هذا هو الصقر القادم من الأنبار، يحلق في المباراة ويفتتح التسجيل بأول أهداف المباراة. مؤمل عبد الرضا هي الكرة بعد أن وصلت وسدد وسجل أول أهداف المباراة. يوسف أمورو يفتتح التسجيل بهدف أول. صقور الغربية نعم حلقت عاليا حتى وصلت إلى القصور الملكية، وبالفعل تسجل أول أهدافها بهذه المباراة. مرتضى وتدخل المرور، التقدم
الإعلام العراقي، وهذا النقل المباشر والحصري لمباريات دوري نجوم العراق في الشوط الثاني من مباراة نادي دهوك مع نادي أمانة بغداد. لمن التحق بنا الآن، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وشاهدنا هدف ملغي لمصلحة نادي دهوك الذي ألغي بوجود حالة تسلل، ولكن شاهدنا شوط جميل ومثير حقيقة في الشوط الأول، على أمل أن نشاهد الشوط الثاني أيضا يكون جميل وممتع بين الفريقين، ونشاهد مباراة فيها أهداف وفيها فرص كما شاهدناها في الشوط الأول بالنسبة لكلا الفريقين، بالنسبة لأمانة بغداد وأيضا بالنسبة لصقور الجبال دهوك في هذه المباراة القوية، في مباراة فيها حضور جماهيري جميل ورائع في مدرجات ملعب دهوك. والتعادل السلبي لا زال قائم وحاضر، ولكن قد نشاهد أهداف في الشوط الثاني من هذه المباراة في لحساب الجولة العاشرة وفي مباريات دورينا في موسم 2025-2026. من سيعطي يعني العيدية بالنسبة في هذا اللقاء بالنسبة لدهوك وأيضا بالنسبة لنادي أمانة بغداد من المغربي كمال القرع، وحارس مرمى نادي أمانة بغداد وسام علي. أجواء باردة جدا في مدينة دهوك كما شاهدنا طبعا الأجواء في مباراة زاخو الأخيرة مع نادي الكرخ. كرة وصلت عند علي ياسين، كرة لمصلحة نادي دهوك. هسه نشاهد أهداف في هذا الشوط. نادي دهوك كان قريب من التسجيل وسجل هدف، ولكن لغي بداعي التسلل. على الجانب الآخر شاهدنا نادي أمانة بغداد حقيقة بالنسبة للأوزبكي باختيار قاسيموف اللي حقيقة سدد كرة كانت رائعة جدا، ولكن القائم الأعلى تصدى وكأنه تحرك لمصلحة أصحاب الدار. كرة من جديد لمصلحة نادي دهوك على جهة اليسار، محاولة صناعة فرصة جديدة، تلعب الكرة أمامية عند محمود أحمد في وسط الملعب. كرة عادت لدفاعات نادي دهوك عند أحمد عادل في وسط الملعب، تمريرة للأمام خاطئة، عادت من جديد تلعب الكرة عالية من هناك، عادت عند لاعبي دهوك. دهوك يبحث في الشوط الثاني من أن يسجل هدف في هذه المباراة. في كلا الفريقين حقيقة اللي منطلقين في هذا الموسم وخصوصا في الجولات الأخيرة. بالنسبة لنادي أمانة بغداد قادم من 3 انتصارات متتالية، هنا غني شهد 3 انتصارات متتالية بالنسبة لأمانة بغداد، فاز على الطلبة ونوروز وعلى الشرطة. على الجانب الآخر نادي دهوك قادم من انتصارين متتاليين على النجف وعلى القوى الجوية، وبالتالي مباراة فيها تنافس كبير في هذه المواجهة والصراع على الانطلاق وتسلق جدول الترتيب لكلا الفريقين. يوسف الإمام كان فترة مع منتخبنا الشبابي. كرة عند محمود، كرة لعبت من هناك، عادت حاول فيها لمصلحة نادي دهوك، تلعب الكرة من هناك على جهة اليمين، محاولة صناعة فرصة جديدة والتقدم فيها، محاولة هز الشباك في أحداث هذا اللقاء. دهوك أمام جماهيره لا يريد أن يفرط بنقاط هذه المباراة. على الجانب الآخر أمانة بغداد أيضا لديه ثقة عالية
والمعنويات جدا مرتفعة بالنسبة لأسود العاصمة، وهو سبق وأن حقق انتصار على نوروز في ملعب نوروز، بالتالي يريد إعادة الانتصار على نادي دهوك وفي ملعب دهوك. كرة لمصلحة السلامة إن شاء الله ليوسف الإمام. السلامة إن شاء الله. تحدث عن أمانة بغداد في هذا الموسم، فاز في 5 مباريات، فاز في 5 مواجهات بالنسبة لنادي أمانة بغداد. فاز على نادي القاسم بهدف نظيف، وأيضا فاز على نفط ميسان ب4 أهداف لهدف، وفاز كما ذكرت في المباريات ال3 الأخيرة على طلبة ونوروز والشرطة. أيضا تحدث عن بطاقة صفراء تأتي على محمود أحمد بتشكيلة أمانة بغداد. كرة من جديد من هناك يحاول فيها لمصلحة نادي دهوك في هذا الشوط. هسه نشاهد أهداف لهذا أو ذاك. تحدث عن دهوك، وأيضا بالنسبة تحدث عن أمانة بغداد اللي كما ذكرت فاز في 5 مباريات وخسر في 4. خسر في 4 مواجهات. خسر أول مباراتين من أمام ديالى بهدفين لهدف، وخسر من أمام الموصل بثلاثية، ثلاثية مقابل لا شيء. بعد ذلك خسر في الجولة الخامسة أمام النفط بثلاثية أيضا، وأيضا الخسارة من أمام النجف بهدف نظيف. وأيضا بالنسبة لأمانة بغداد اللي لم يتعادل ولا مباراة في هذا الموسم، على عكس تماما نادي دهوك الذي تعادل في مباراتين في هذا الموسم. نادي أمانة بغداد لديه 11 هدفا في هذا الموسم، واستقبل 12 هدف. بالنسبة لأمانة بغداد عنده 15 نقطة من 5 مباريات انتصر فيها. كرة لمصلحة نادي دهوك. كرة عند أحمد عادل على جهة اليسار. يوسف الإمام للأمام حاول فيها، ولكن الكرة مرت من هناك إلى ركنية. إلى ركنية لمصلحة نادي دهوك. كثيرة هي الركنيات لمصلحة صقور الجبال في هذه المباراة. كريم درويش اللي سجل هدف في الشوط الأول، وتصفيق وجماهير دهوك وهي ترفع من معنويات الفريق وتجدد الهتافات. بيتر لعب كرة عالية وللأمام خطيرة بالراس، ولكن الكرة مرت من هناك خارج أرضية الملعب. نادي دهوك خطير، اسماء المتواجدة في تشكيلة صقور الجبال تشكيلة مميزة، وحتى المتواجدين في دكة الاحتياط. ولكن شاهدنا طبعا في هذه الكرة الماضية اللي كانت فيها مخالفة لمصلحة أمانة بغداد. الشوط الأول شاهدنا تبديل وحيد، عباس ياسين غادر بسبب الإصابة واشترك إبراهيم حميد، ولكن لم نشاهد أي تغيير بتشكيلة دهوك. سعد ناطق الخبرة الكبيرة مع المنتخب. الكرة مرت من هناك من أمام جبار كريم إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس لمصلحة أمانة بغداد. كرة على جهة اليسار مرت أيضا خارج أرضية الميدان، وقاسيموف باختيار قاسيموف الأوزبكي. الأوزبكيين المتألقين في دورينا في هذا الموسم. تحدث عن أيضا هناك
شيرزود مع أربيل، ولدينا هنا قاسيموف مع أمانة بغداد. بينما هنا كرة سريعة خاطفة لمصلحة دهوك، لكن الكرة قطعت، عادت لمصلحة أمانة بغداد. كرة من جديد من هنا لمصلحة جبار كريم، مر يحاول يجد مساندة من هناك، مرر، عادت الكرة بالخلف لمصلحة أمانة بغداد. أمانة بغداد في هذا الشوط بالتأكيد بالنسبة لأسود العاصمة المهم أن لا يخسر في هذه المباراة، خصوصا هو منتشي بنتائج مميزة جدا. الجانب الآخر نادي دهوك بالتأكيد لا يريد خسارة نقاط هذه المباراة. السلامة إن شاء الله لأيمن رزيج. كرة كانت بينه وبين سامبو المحترف السنغالي في صفوف دهوك. غني شهد واللقب في الدوري العراقي مع نفط الوسط في موسم 2014-2015. بالتالي يسعى غني شهد الوصول مع دهوك إلى منصات التتويج. أيضا هو كان وصيف دوري مع النجف في موسم 2005-2006. لكن هنا كرة لمصلحة نادي دهوك، الكرة لا زالت باختيار قاسيموف، من هناك من عبد الله خلف عادت لمصلحة نادي دهوك، يحاول فيها صقور الجبال من أمام أسود العاصمة في أحداث هذا اللقاء. هسه نشاهد هدف، كرة أمامية والإبعاد يأتي من حارس مرمى نادي دهوك علي ياسين. الكرة لا زالت دهوك يبحث، يواصل، يريد من هز الشباك وتحريك المدرجات في هذه المباراة. جماهير تنتظر، جاءت وحضرت وهي تنتظر الفرحة والبهجة والسرور. مثل هكذا كرات رائعة الله لمصلحة نادي دهوك. تلعب الكرة عالية أمامية داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت من هناك إلى خارج أرضية الملعب. تماس لمصلحة أمانة بغداد. هذا محمود أحمد، أجواء باردة جدا. لمين ساماتا محترف من جامبيا. كرة من هناك لا زالت هناك صافرة، على ما يبدو هناك أيضا بطاقة صفراء ستكون هي الثالثة في أحداث هذا اللقاء. نعم، بطاقة صفراء لا تأتي على محترف نادي دهوك في هذه اللحظات لمصلحة المحترف الآخر لمين ساماتا. بطاقة صفراء تأتي على بولي سامبو المحترف السنغالي بصفوف نادي دهوك. شوف هذه الكرة الماضية وتدخل خطير على قدم لمين ساماتا في الكرة الماضية، وبالتالي بطاقة صفراء هي الثالثة في أحداث هذا اللقاء، اللي هي البطاقة الصفراء الثانية على دهوك. بينما شاهدنا بطاقة صفراء وحيدة كانت على أمانة بغداد، كانت على محمود أحمد. تبقى النتيجة سلبية، ولكن ممكن في الدقائق القادمة أتوقع أن نشاهد مباراة مثيرة في أحداث هذا اللقاء. نادي أمانة بغداد حافظ على شباكه نظيفة في مباراتين هذا الموسم، مباراتين نادي أمانة بغداد لم يستقبل أي هدف. كانت في مباراة مع نادي القاسم وأيضا مع نادي نوروز. بالتالي ننتظر هل ستبقى شباك أمانة بغداد نظيفة في مباراة ثالثة في هذا الموسم. ننتظر، نشاهد، نتابع
عملي دهوك كلمة في الشوط الثاني. رمية تماس لمصلحة نادي دهوك، لعبت كرة مرت من يوسف الإمام، أحمد عادل من هناك لمصلحة نادي دهوك، لا عنده سعد ناطق على جهة اليمين، محاولة صناعة فرصة جديدة لسعد، سعد ناطق، الكرة من هناك عالية وللأمام لمصلحة نادي دهوك، تلعب الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه محاولة وخطيرة لمصلحة صقور الجبال، هذه فيها فرصة، فيها جول، هذه خطيرة، الله، هدف ثاني يلغى بداعي التسلل، هدف ثاني يلغى بداعي التسلل، لكن هذه المرة لمصلحة بيتر غورغيس. في الشوط الأول سجل درويش، وفي الشوط الثاني سجل غورغيس. شوف هذه الكرة الماضية، هل فيها حالة تسلل على بيتر غورغيس؟ في الكرة الماضية دهوك قريب، هل فيها حالة تسلل؟ ننتظر القرار من المتواجدين في غرفة الفار، حسام فاضل ومحمد لؤي صبحي. هل الهدف شرعي؟ هل فيها حالة تسلل؟ هل سيسجل الهدف لمصلحة بيتر غورغيس اللي عنده 5 أهداف؟ ويحاول لحاق بشيرزود تيميروف. هل الهدف شرعي؟ ننتظر القرار من المتواجدين في غرفة الفار. شاهدنا في الشوط الأول هدف لغي بداعي التسلل كان لمصلحة كريم درويش، ولكن الشوط الثاني بيتر غورغيس لحقيقة يقدم مستويات مميزة مع نادي دهوك في هذا الموسم. هسه نشاهد هدف يأتي لمصلحة نادي دهوك في هذه المباراة. ننتظر القرار والحوار ومتابعة الحالة في غرفة الفار. هل فيها حالة تسلل؟ الكرة الماضية ننتظر، نشاهد ونتابع في إحداث هذا اللقاء. هل فيها حالة تسلل؟ هل سيفرح جماهير دهوك التي تنتظر فرحة في هذا اللقاء بعد النتائج المميزة لنادي دهوك في المباريات الأخيرة؟ نادي دهوك منطلق وجماهير دهوك سعيدة، وكأنها يعني تشعر، وكأن يعني يشعرون أن هناك هدف. جمهور رائع، ولكن ننتظر القرار. هل الهدف شرعي؟ هل الهدف صحيح لمصلحة نادي دهوك في هذه اللحظات بعد مرور 63 دقيقة من عمر هذا اللقاء؟ هل الهدف شرعي وصحيح؟ ننتظر، نشاهد، نتابع، نتأمل في متعة مباريات دوري نجوم العراق في هذا الموسم. هل فيها حالة تسلل؟ والحوار والنقاش بين حكم المباراة فهيد كريم والمتواجدين في غرفة الفار. هل الهدف شرعي؟ ننتظر، نتابع ماذا هناك. هل الهدف صحيح؟ الكرة الماضية كان فيها حالة تسلل على بيتر غورغيس، والجميع ينتظر، وجمهور دهوك ينتظر هدف لكي يواصل التشجيع كما شاهدناه طيلة دقائق المباراة.
وهو مستمر بالأهازيج وبالأصوات وبالضجيج في هذا الملعب الصعب. جمهور دهوك يبحث عن انتصار في هذا اللقاء، يبحث عن فوز بعد النتائج الرائعة، بالتالي سيكون بشكل ممتاز لنادي دهوك لو حقق انتصار في مباراة اليوم. فايد كريم والقرار والنقاش والحوار، ماذا سيكون في الدقائق القادمة بالنسبة لو سجل دهوك؟ كيف ستكون ردة فعل أمانة بغداد، الفريق المميز والمنطلق الذي يريد إثبات حضوره كرقم صعب في دورينا في هذا الموسم؟ ماذا هناك؟ جول يحتسب لمصلحة صقور الجبال، هدف يأتي لمصلحة دهوك، لمصلحة بيتر غورغيس. الآن انطلقت الهتافات وعادت الأفراح والبهجة والسرور لجماهير دهوك، وهدف يأتي لمصلحة بيتر غورغيس، لمصلحة نادي دهوك. سجل صقور الجبال بعد 66 دقيقة، يحتسب الهدف الآن لمصلحة نادي دهوك، الهدف شرعي. على بيتر غورغيس، هرب من الرقابة وسجل هدف في شباك مرمى أمانة بغداد، في شباك وسام علي. سجل نادي دهوك الهدف الأول في هذه المباراة، 1-0 الآن لمصلحة نادي دهوك. هدف بالتأكيد سيجعل المباراة أكثر إثارة، وسنستمتع في أحداث قادمة في هذه المباراة، وننتظر بالتأكيد نادي أمانة بغداد أيضا. نشاهد ونتابع في هذه المباراة. هدف الآن يأتي لمصلحة نادي دهوك، هدف سيحرك المدرجات أكثر، وأيضا سيجعل نادي أمانة بغداد يندفع للأمام، وبالتأكيد سنشاهد مباراة جميلة في هذا الشوط. نشاهد ونتابع. بيتر غورغيس يسجل 6 أهدافه في هذا الموسم بالنسبة لبيتر غورغيس، بعد أن سجل هدفين على نوروز وهدفين على القوة الجوية، وسجل هدف على نفط ميسان، والآن يسجل هدف في مرمى أمانة بغداد. حلوة المباراة، رائعة جدا في شوطها الثاني. هدف يأتي لمصلحة صقور الجبال، يحرك مدرجات ملعب دهوك. كرة من جديد عادت لدفاعات صقور الجبال. كرة من جديد لمصلحة أمانة بغداد. أمانة بغداد هل سيعود في هذه المباراة؟ كنا نتحدث أنه نادي أمانة بغداد يعني حافظ على شباكه نظيفة في مباراتين هذا الموسم، ولكن اليوم تهتز شباك نادي أمانة بغداد. لكن على الجانب الآخر بالنسبة لنادي دهوك اللي حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، يعني 2 منها كانت في آخر مباراتين على التوالي. يعني نادي دهوك في آخر مباراتين على التوالي لم يستقبل أي هدف أمام النجف، وأيضا من أمام القوة الجوية لم يستقبل دهوك أي هدف. 4 مباريات نادي دهوك حافظ على شباكه نظيف، لكن ننتظر هل سيحافظ على شباكه نظيفة في المباراة الثالثة على التوالي. ننتظر، نشاهد، نتابع كيف ستكون ردة فعل نادي أمانة بغداد
في هذه المباراة. حسن نشاهد عودة في أحداث هذا اللقاء، بينما كرة على جهة اليسار لمصلحة نادي دهوك. كرة من جديد عادت جبار كريم، يحاول جبار في هذه المباراة أن يسجل. جبار كريم اللي لديه هدفين، سجل على الطلبة وسجل على نوروز، وبالتالي يبحث أن يسجل الهدف الثالث في هذا الموسم. كرة من جديد من هناك لمصلحة نادي دهوك. لمسات نادي دهوك الآن يحاول السيطرة على المباراة، كسب المزيد من الوقت، ونحن وصلنا عند الدقيقة 70، بالتالي يريد كسب المباراة، أن يسجل انتصار ثالث على التوالي في هذا الموسم. كرة لمصلحة نادي دهوك من يوسف الإمام، لكن عاد الكرة للخلف. من هناك على جهة اليمين بيتر، الله، لمسات سحرية ومهارية لبيتر غورغيس في كل لمسة، في كل كرة يملكها بيتر غورغيس. يا سلام للأمام، ولكن الكرة عند وسام علي، اهتزت شباكه يا وسام علي. كرة للأمام، من هناك غادرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس لمصلحة نادي أمانة بغداد. محمود أحمد، محمود هل سيعود بأمانة بغداد في هذه المباراة؟ مباراة ليست سهلة أبدا، وأنت تلعب أمام صقور الجبال دهوك، أمام هذه الجماهير الرائعة، بينما هناك تبديل يشترك بهذه اللحظات أحمد عبد الحسين، ويغادر بهذه الدقائق بصفوف نادي أمانة بغداد. كرة من هناك يحاول فيها، كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. في هذه الدقائق يبحث، يحاول، ولكن الكرة أقرب عند حارس المرمى علي ياسين. من هناك يبحث، أربيل يبقى متصدر للدوري العراقي لغاية الآن. كرة من هناك يحاول فيها لمصلحة نادي أمانة بغداد، ولكن غادرت إلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. كرة من جديد عادت، غادر إبراهيم حميد. إبراهيم حميد هو من غادر. إبراهيم حميد اشترك في الشوط الأول، ولكن يغادر. غادر إبراهيم حميد واشترك أحمد عبد الحسين. كرة الآن لمصلحة نادي دهوك. في الكرة الماضية كان حسن عماد، تلعب الكرة عالية وللأمام، مرت إلى جانبية. كرة عند لمين سماتا، لعب الكرة للأمام. الكرة عادت لمصلحة نادي دهوك، يبحث بهذه اللحظات حسن عماد، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب جبار كريم يبحث عن هدف في هذا اللقاء، يريد العودة في هذه المباراة الصعبة. كرة عادت من خادم رسول السنغالي
كرة من هناك لا زالت عند نادي دهوك. كرة عادت بالخلف من عند سعد ناطق، من هناك عادت سريعة لمصلحة أمانة بغداد. حسن يشاهد هدف يأتي لهذا الأوزبكي. لعب الكرة على جهة اليمين، يحاول فيها أحمد عبد الحسين، اللاعب الذي اشترك قبل قليل بدلا من إبراهيم حميد. على فكرة أيضا إبراهيم حميد اشترك في الشوط الأول بدلا من عباس ياسين اللي غادر بسبب الإصابة. ولكن لدينا هنا ركنية تأتي لمصلحة أسود العاصمة باختيار قاسيموف. لعب كرة عالية على مستوى القائم الثاني، ولكنها من هناك لا زالت لمصلحة أمانة بغداد، ولكنها خاطئة. بينما هنا هجوم مرتد سريع، الهجوم المعاكس لمصلحة صقور الجبال. يا سلام على التمريرة، رائعة جدا من هناك. هذا خطير خطير. بيتر غورغيس لعب كرة ممتازة للأمام، يحاول فيها داخل منطقة الجزاء، لا زالت خطيرة. درويش كريم درويش، الكرة لا زالت محاولة فيها للأمام، ولكن الكرة عادت قطعت، عادت لمصلحة نادي دهوك، لمصلحة سعد ناطق في وسط الملعب. محاولة للأمام، دهوك يبحث أن يسجل هدف ثاني ويصعب المهمة على أمانة بغداد في العودة للمواجهة. كرة من جديد عادت لمصلحة نادي دهوك في وسط الملعب. حاول صناعة فرصة جديدة من الخلف والتقدم فيها للأمام. كرة عند خادم رسول المحترف السنغالي. خادم رسول محترف السنغالي القادم من نادي يوتي إيراد الروماني. كرة لعبت للأمام. لدينا طبعا محترف آخر بصفوف نادي دهوك اللي هو يانيت زاكري الكوديفواري، لكنه يغيب عن هذه المباراة مع باشنغ عبد الله أيضا. لكن وهذه طبعا لقطة الهدف اللي سجل من خلالها بيتر غورغيس هدف نادي دهوك في هذه المباراة بكرة خادعت دفاعات أسود العاصمة، وسجل من خلالها صقور الجبال ليحلق في هذه المباراة. على كرة ممتازة جدا. بيتر غورغيس وجد نفسه أمام الحارس وسام علي، يتقن الكرة في الشباك ويحرك المدرجات ويعلن الأفراح لجماهير دهوك. ومخرج المباراة يذكرنا بكل شيء، بكل شاردة وواردة في أحداث هذا اللقاء، وهذه الجماهير السعيدة الفرحانة في لحظة الإعلان عن الهدف وفرحة دهوك في هذا اللقاء. بينما هناك تبديل، سيشترك كوستا البرازيلي وأيضا صديق جمال. سيشترك بهذه اللحظات ليوناردو دي أوليفيرا كوستا البرازيلي. أيضا يغادر أحمد عادل بهذه اللحظات، يغادر أحمد عادل، يشترك البرازيلي ليوناردو دي أوليفيرا كوستا البرازيلي. أيضا هناك تبديل، يشترك بهذه اللحظات صديق جمال بتشكيلة دهوك. تبديلين بدفعة واحدة يدفع بها المدرب غني شهد. غني شهد اللي طبعا كان وصيف دوري مع النجف، وأيضا تحدث عن قيادته لنادي النجف في مشاركة تاريخية كانت في دوري أبطال آسيا، والفوز التاريخي على السد القطري ذهابا وإيابا. أيضا بالنسبة لغني شهد اللي طبعا درب منتخبنا والشرطة،
وزاخو والزوراء ودهوك حاليا بتجربة مع نادي دهوك، بينما كرة من جديد في هذه اللحظات يلعب الكرة أمامية، هذه خطيرة لمصلحة دهوك، ولكن الكرة أقرب لحارس المرمى. كرة أقرب عند حارس المرمى. كرة من هناك، لا زال يبحث نادي أمانة بغداد من العودة للمباراة، ولكن بالتأكيد الأمور ليست سهلة أبدا بالنسبة لنادي أمانة بغداد. كرة اللعب للأمام، أقرب لحارس مرمى، هذه خطيرة. حارس مرمى نادي أمانة بغداد يلعب بالنار في الكرة الماضية. كرة من هناك لعبت عالية من هناك، هذه كرة خطيرة لمصلحة أمانة بغداد، ولكن خروج حاسم من حارس المرمى علي ياسين في الكرة الماضية. هدف لمصلحة نادي دهوك. غادر عبد الله خلف، ويشترك حاليا زيدان عبد الجبار. يشترك زيدان عبد الجبار في هذه اللحظات. زيدان اللي عنده هدف سجل على نادي نفط ميسان في هذا الموسم. تبديل هو الثالث بتشكيلة أمانة بغداد، بينما شاهدنا تغييرين في تشكيلة نادي دهوك. كرة من جديد يحاول فيها بيتر، الكرة عادت لجبار كريم في وسط الميدان على جهة اليمين، حاول فيها بهذه اللحظات، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب هذا البرازيلي كوستا، تحدث عن كوستا اللي طبعا سجل هدف في مرمى الكرخ بالنسبة لكوستا البرازيلي. دهوك لعب طبعا 5 مباريات على ملعبه هذا الموسم، طبعا من ضمنها مباراة الكاس، وكانت عنده خسارتين وتعادل وانتصارين. هذه مباريات دهوك اللي خاضها في ملعبه. نادي دهوك لعب من امام القرمة وخسر، ولعب من امام الكرخ وخسر ايضا، وايضا تحدث عن تعادل من امام النفط كانت ايضا في هذا الملعب، بينما فوز على نادي النجف في هذا الملعب. كرة من جديد هسه يعود نادي أمانة بغداد في الدقائق القادمة من هذا اللقاء. نشاهد ونتابع غني شهد والتوجيهات مستمرة في أحداث هذا اللقاء. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين سامبو وميلاد فلاح. كرة من جديد، هذا البرازيلي ليوناردو دي أوليفيرا كوستا. يوسف الإمام، كرة من جديد لمصلحة نادي دهوك. كرة عادت من جديد يحاول فيها هارون أحمد. يا سلام على المهارة وانطلاقة تأتي لهارون، مستوى رائع جدا لهارون على جهة اليسار. يحاول أن يمر، حاول المرور ولكن مرت، عادت
استخلاص ممتاز المغربي كمال، من هناك عادت ومرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس نادي دهوك، لقب الدوري في 2009 2010، أيضا حقق كأس العراق في موسم 2024 2025. أيضا طبعا حقق أبطال الخليج في 2025 بالنسبة لنادي دهوك. وأيضا طبعا لديه كانت مشاركة أيضا حتى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ولكن غادر من أمام الوحدات في الدور الربع النهائي. ومشاركة أخرى أيضا وصل إلى الدور 16 وغادر من أمام الكويتي. هنا تسديدة للأمام ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، كانت من درويش اللي سجل هدف في الشوط الأول. بينما هنا تبديل سيشترك منتظر محمد جبر في هذه اللحظات، وسيغادر درويش وأيضا معاه بطاقة صفراء. يشترك الآن منتظر محمد جبر ويغادر كريم درويش. كرة من جديد، من هناك لمين سماتا. أمانة بغداد يبحث في الدقائق الأربعة الأخيرة المتبقية من الوقت الأصلي من هذه المباراة على العودة من أمام دهوك. نعم، يتلقى بطاقة صفراء على كريم درويش. والآن أمانة بغداد يندفع للأمام، يعني البطاقة الصفراء الثالثة على نادي دهوك بعد خادم رسول وسامبو السنغالي، بينما كريم درويش غادر وحصل على بطاقة صفراء. كرة من جديد، بطاقة الصفراء نعم أيضا حاضر على لاعب نادي أمانة بغداد. السلامة إن شاء الله لهارون أحمد. بطاقات الصفراء، شاهدنا بطاقة صفراء كانت على محمود أحمد في تشكيلة نادي أمانة بغداد. هذه الكرة الماضية اللي كانت بين حيدر سالم اللي أيضا حصل على بطاقة صفراء. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت على أيمن رزيج. نعم، على أيمن رزيج هو اللي تلقى البطاقة الصفراء. كرة من جديد، من هناك يحاول فيها، خلاص هي آخر دقيقتين متبقيتين على نهاية هذا اللقاء. والبطاقة الصفراء أيضا سعيد كريم، بطاقات صفراء، بطاقة صفراء على البديل كوستا أيضا يحصل على البطاقة الصفراء. البطاقة الصفراء هي الرابعة على نادي دهوك، بينما شاهدنا بطاقتين على نادي أمانة بغداد على أيمن رزيج وأيضا على محمود أحمد. مباراة في دقائقها الأخيرة بالتأكيد مباراة مثيرة، والبطاقة الحمراء تأتي على أحد المتواجدين مع نادي دهوك. منتظر محمد جبر أيضا يحصل على البطاقة الصفراء.
كرة من هناك لمصلحة نادي أمانة بغداد. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. منتظر محمد عنده بطاقة صفراء والآن يحصل على البطاقة الحمراء. منتظر محمد جبر بديل الذي اشترك قبل قليل حصل على بطاقة صفراء قبل قليل أيضا، والآن يحصل على البطاقة الحمراء. يغادر بطاقة حمراء على منتظر محمد جبر، وبالتالي سيلعب نادي دهوك الدقائق القادمة من هذه المباراة بنقص عدد. خلاص دخلنا على الدقيقة 90 وبطاقة حمراء تأتي على منتظر محمد جبر، حمراء في هذه المباراة. سيلعب نادي دهوك منقوص العدد، ولكن حكم المباراة أيضا يتأكد من القرار. شوف هذه الكرة الماضية أعطى البطاقة الحمراء على منتظر محمد جبر. نعم يغادر منتظر محمد جبر بهذه اللحظات، وسيلعب نادي دهوك في الوقت البدل ضائع منقوص العدد، وهذه فرصة لنادي أمانة بغداد لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة أو معادلة النتيجة. بالنسبة لأمانة بغداد يبحث عن تعديل النتيجة، ونادي دهوك يلعب منقوص العدد بعد مغادرة منتظر محمد جبر بالبطاقة الحمراء. كرة أمامية هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء. كرة من هناك لمصلحة نادي أمانة بغداد، تلعب الكرة أمامية ولكن مرت من هناك إلى ركنية، إلى ركنية لمصلحة أمانة بغداد. دقائق مثيرة في الوقت البدل ضائع، هسه نشاهد فيها عودة لمصلحة أمانة بغداد. هسه نشاهد عودة لمصلحة أسود العاصمة. ركنية لعبت عالية وخطيرة للأمام بالراس، يحاول فيها ولكن مرت المطالبة بوجود لمسة يد في الكرة الماضية، وبالتالي مرت من هناك. لاعبين اثنين يشكون من إصابة في تشكيلة وفريق نادي دهوك. شوف هذه الكرة الماضية بالتالي مرت إلى خارج أرضية الملعب. هناك حالة دفع كانت على يوسف الإمام، السلامة إن شاء الله لسيابند عقيد. ويبقى دهوك متقدم لغاية الآن بهدف. نادي أمانة بغداد اللي لعب 3 مباريات خارج بغداد في هذا الموسم، فاز على القاسم وعلى نوروز. بالنسبة لأمانة بغداد، ولكن خسر من أمام كربلاء في المباراة الثالثة اللي لعبها خارج بغداد في كربلاء، كانت في بطولة كأس العراق. 3 مباريات بما فيها طبعا مباراة الكاس اللي أيضا غادر نادي أمانة بغداد بالخسارة من أمام كربلاء بهدفين مقابل لا شيء، ولكن فاز في مباراتين على القاسم وعلى نوروز. اليوم هل سيخسر أيضا في هذه المباراة؟ هي المباراة الرابعة التي يخوضها نادي أمانة بغداد خارج بغداد، وطبعا بما فيها طبعا كما قلت مباراة الكاس اللي أيضا كان نادي أمانة بغداد يلعب مع نادي كربلاء في كربلاء،
وكما قلت خسر بهدفين مقابل لا شيء. كرة من جديد، أمانة بغداد يبحث، يريد العودة في هذه الدقائق من هذه المباراة، ولكن هوك يبقى متقدم بهدف بيتر غورغيس. الآن يغادر بيتر، سجل 6 أهدافه في هذه المباراة. يغادر بيتر ويشترك بيار أبو بكر في هذه اللحظات. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا المغربي كمال القرع اللي سجل، طبعا بالنسبة لكمال القرع عنده هدفين سجلها طبعا على نفط ميسان. باختيار قاسيموف اللي سجل هدفين أيضا على نادي الشرطة في المباراة الماضية. كرة من جديد للأمام، هذه خطيرة لمصلحة أسود العاصمة. محاولة من زيدان من هناك، يبحث يواصل، ولكن كرة مرت عادت سريعة لمصلحة نادي دهوك في وسط الملعب. يا سلام على كرة ممتازة من بين المدافعين، ولكن كمباراة يؤمر بالاستمرارية. كرة عند باختيار قاسيموف، يلعب كرة عالية وللأمام. الكرة لا زالت يحاول فيها، ولكن الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. أمانة بغداد يبحث بهذه الدقائق على تسجيل هدف، ستكون نقطة ثمينة لو حصل عليها نادي أمانة بغداد في هذه المباراة، ولكن الفوز يبدو أقرب لصقور الجبال. غني شهد حصل على البطاقة الصفراء. شوف هذه الكرة الماضية اللي كانت بين سامبو وبين لامين ساماتا. كرة من جديد لمصلحة نادي أمانة بغداد. هسه نشاهد عودة لأسود العاصمة في هذه المباراة داخل منطقة الجزاء. هذه خطيرة من هناك، ولكن طويلة، مرت إلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب، مرت على زيدان عبد الجبار. هذه جماهير دهوك سعيدة فرحانة بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم وتحقيق النقاط الثلاث. فرحة كبيرة لجمهور دهوك بعد الفوز على النجف بهدف، والفوز على القوة الجوية بهدفين، واليوم قريبين جدا من تحقيق فوز هو الثالث على التوالي في هذا الموسم بالنسبة لنادي أمانة، بالنسبة لنادي دهوك. نادي دهوك في هذا الموسم فاز في 3 مباريات. اليوم إذا فاز حقق انتصاره الرابع في هذا الموسم. كرة من جديد من هناك لمصلحة نادي دهوك. هارون على جهة اليمين، محاولة المرور، ولكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب بلا تماس. لا رمية جانبية. خلاص هي اللحظات الأخيرة من الوقت بدل ضائع. غني شهد يطالب بانتهاء الوقت البدل ضائع. جماهير دهوك وهي تحتفل احتفال كبير، ودهوك يواصل. جماهير دهوك تستحق على حضورها وعلى استمراريتها في مدرجات الملعب. تغطية وتدخل ممتاز. الكرة عادت عند عبد الحسين، أحمد عبد الحسين. كرة من جديد، رمية جانبية لمصلحة نادي أمانة بغداد.
نادي دهوك يلعب منقوص العدد في الوقت البدل ضايع بعد أن غادر منتظر محمد جبر بالبطاقة الحمراء. الآن أمانة بغداد الفرصة الأخيرة يا باختيار قاسيموف الأوزبكي على التنفيذ، لعب كرة عالية وخطيرة. الله على الإبعاد من علي ياسين. وإذا أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، تأتي صافرة نهاية هذا اللقاء بصافرة الحكم فايد كريم معلنة عن انتصار نادي دهوك بهدف سجل عن طريق بيتر غورغيس. مبروك لجمهور دهوك، مبروك لنادي دهوك، مبروك لهذا الجمهور الرائع جدا، وهارد لك لنادي أمانة بغداد. أيها الأحبة تقبلوا تحياتي يوسف جميل، على أمل أن ألتقيكم في مواعيد قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.